اقترب نادي الزمالك من حسم هوية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في ظل الاقتراب عن إعلان اسم المدرب البلجيكي يانيك فيريرا. ووفقاً لتقارير إعلامية عديدة، فإن الجهاز الفني المحتمل للزمالك سيتكون من يانيك فيريرا مديراً فنياً، المساعد الأول بيير باهيلي فرنسي، المساعد الثاني حازم إمام مصري، مدرب الحراس تشوجوسلاف لازيتش صربي، مخطط الأحمال راؤول لوبيز إسباني، محلل الأداء جوليان لاتشوكس فرنسي. ومن المنتظر أن يصل فيريرا إلى القاهرة غداً الأربعاء من أجل حسم التعاقد رسمياً مع نادي الزمالك مديراً فنياً. أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن رحيله عن لجنة التخطيط بنادي الزمالك في هذه الفترة. هذا الأمر على خلفية عودته إلى العمل الإعلامي كمقدم برامج عبر شاشة قناة النهار. ليخرج ميدو بهذه الكلمات معلناً عن رحيلته على لجنة التخطيط، وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس كتب ميدو معلناً: لكل حكاية نهاية إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك. فبعد أن قبلت أن أكون عضواً في لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم في وقت حرج للمساعدة في النهوض من كبوتي، وتعرضنا لهجوم شرس من كثيرين، ولكن لم يشغلنا إلا مصلحة الزمالك، وعملنا في البداية على خروج الزمالك من عثرته، سواء على مستوى التعاقدات أو إدارة كل ملفات كرة القدم. ثم عكفنا على تأسيس إدارة رياضية محترفة لتقود السفينة البيضاء على المستوى الإداري والفني، لنكون على نهج الأندية الكبرى في العالم. آن الأوان أن نترك الإدارة الجديدة تعمل بحرية لتحقق النجاحات المطلوبة والمتفق عليها مع مجلس إدارة الزمالك، مع التأكيد على أنني دائماً وأبداً سأظل أبناً مخلصاً لهذا الكيان العظيم، وأعتذر عن تولي أي منصب إداري سواء رسمي أو حتى كمستشار داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، مع تقديم كل الدعم طوال الوقت لبيتنا الكبير. وفي نفس التوقيت أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء لجنة التخطيط الأستاذ عمرو الجنيني والكابتن حازم إمام، وكذلك الكابتن